السلام عليكم حبايب قلبي الغاليين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وحشتوني كتير جدا من اخر فيديو نزلناه مع بعض، وان شاء الله باذن الله النهارده فيديو جديد هنعمل فيه مع بعض القراقيش اللذيذه اللي كلنا بنحبها في الشتاء ومفيش اي اختلاف عليها. بس قبل ما ادخل في الفيديو عايزه ارحب بالحلوين اللي دخلوا معايا على القناه جداد. اهلا بيكم، نورتوني وزدتوا ليا اخ واخت. يا رب دايما المحتوى يعجبكم وتكون الفيديوهات خفيفة على قلبكم. ما احلاها بقى شوية قراقيش حلوين كده مع كوباية شاي سادة او كوباية شاي بلبن. احلى حاجة في السقعة والتكتكة اللي احنا فيها دي. سقسقي بقى كده بقى وكلي، ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. كانت حلوة بصراحة وجميلة. ويلا بينا نشوف مقاديرنا ونشوف مكوناتنا ونشوف الطريقة بتاعتنا، وان شاء الله بإذن الله فيديو النهاردة يعجبكم. اول حاجه زي ما قلت لكم احنا هنعمل قراقيش ساده. فالمكونات بتاعتي عباره عن كيلو من الدقيق منخول وجاهز معايا. كمان معايا 3 معالق كبار من النشا. معايا كمان نص كوبايه من السمسم المحمص. معلقه صغيره من البيكنج باودر. ماشيه معاكم بالمقادير واحده واحده ومش مسرعه المقطع ده. 5 معالق كبار من السكر الحبيبات. كمان معايا باكت صغير من الفانيليا. ومعايا مج كبير 220 ملي، نصه ميه دافيه ونصه حليب دافي. معايا كمان 200 ملي من الزيت و250 جرام من السمنه. معلقه ونص من الخميره الفوريه عشان طبعا في الشتاء، لو في الصيف كفايه معلقه واحده. وما تنسوش ذره الملح. تعالوا بقى نشوف واحده واحده هنعمل ايه. اول حاجه هجيب الكوبايه بتاعتي الكبيره اللي نصها ميه ونصها حليب دافيين طبعا. هبتدي اضيف عليهم معلقه ونص من الخميره الفوريه. كمان هضيف على الخميره 3 معالق كبار من السكر. هقلب بقى الخميره والسكر مع الحليب واللبن كده كويس جدا. هقلبهم تمام، وهركنهم بقى على جنب. دلوقتي اشوف باقي المكونات بتاعتي. مجرد خلاص ما لاحظت ان الخميره والسكر اتقلبوا كويس مع بعض، خلاص هما بقى كده شكلهم. وهوريكم شكلهم بعد ما يتفاعلوا مع بعض عشان بس اتاكد من جوده الخميره. تعالوا بقى للمكونات الجافة. كيلو الدقيق هضيف عليه باقي السكر اللي موجود معايا. هم 5 معالق كبار من السكر، اخدت 3 مع الخميرة و2 ضفتهم على الدقيق. يبقى كيلو من الدقيق، معلقتين كبار من السكر، 3 معالق كبار من النشا، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص كوباية من السمسم، رشة الفانيليا ورشة الملح. هقلب المكونات الجافة كويس جدا مع بعض وهركنها على جنب. تعالوا بقى نشوف المكونات. المادة الدهنية بتاعتنا 200 جرام من 200 ملي من الزيت في طاسة كده عشان هندفيهم بس على النار. هضيف عليهم 250 جرام من السمنة. يبقى المادة الدهنية بتاعتي وزنها قد ايه؟ 450 جرام. يعني كيلو دقيق اخد معايا 450 جرام من المادة الدهنية. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، الخميرة تفاعلت حلو قوي يعني وبسرعة جدا، ما كملتش ثانيتين وملت المج بالشكل اللي انتوا شايفينه. سيحت بقى الزيت والسمنة كده على النار. دفوا بس معايا، دافيين مش مقدوحين، ما قدحتش السمنة والزيت. دفتهم بس كده على النار، وبعد كده ضفتهم على الدقيق كده والمكونات، باقي المكونات. وهبتدي ان انا اقلب الدقيق مع السمنة بالشكل اللي انتوا شايفينه. في الخطوة دي هستخدم المعلقة لغاية بس ما اتأكد ان الدقيق اتشرب من السمنة والزيت كده. وبعد كده هتعامل عادي، هبس العجينة بتاعتي بايديا عادي خالص. انا شلت المج يا بنات بتاع الخميرة، شلته من جنبي لان الخميرة تفاعلت بسرعة قوي وكانت هتتقلب من المج. يعني كانت هي ملت المج اوريدي اساسا وكانت هتقع. فحطيتها جنبي في نفس الطاسة اللي انا كنت بسيح فيها السمنة. دلوقتي حالا هتشوفوها دلوقتي وانا جاية اضيفها عليها. بدأت هنا الخطوة دي، بدأت ان انا ابس الدقيق مع المادة الدهنية كده هبسه. والخطوة دي ممكن تاخد معاكي 10 دقايق. بسي العجينة بتاعتك كويس قوي عشان تتأكدي ان انتي شربتي الدقيق بكل السمنة. يعني كل حباية دقيق اتشربت بالسمنة كويس قوي. بصوا الخميرة ما شاء الله اللهم بارك تفاعلت ازاي. تفاعلت بسرعة قوي يعني ما اخدتش وقت. طبعا الطاسة احنا مسيحين فيها السمنة، وطبعا الطاسة مسيحين فيها السمنة مسيحين فيها السمنة فنضيفة وكويسة، مفيهاش اي حاجة ان انا احط فيها الخميرة عادي خالص يعني.
حطيت كده الخميرة على العجينة، وهبتدي بقى ألم العجينة، مش هعجنها، هلمها، والموضوع ده هياخد معاكي كام دقيقة بس مش أكتر. أول ما بتحطي الخميرة بتلاحظي إن العجينة معاكي سايحة شوية، يعني سايحة نوعا ما. بس مجرد ما بتلمي العجينة دقيقتين 3 كده بين ايديكي بتتلم معاكي، وما شاء الله اللهم بارك، بتاخد شكلها ووضعها. بصوا اتلمت من البولة ما شاء الله اللهم بارك. ملمس العجينة حلو وما شاء الله. هنسيبها بقى تتخمر. انا هنا بلمها خلاص اخر حاجة، وهحطها في البولة وهغطي عليها بفوطة وهسيبها. بالظبط اخدت معايا نص ساعة، يعني انا سبتها نص ساعة بس. انا هنا كنت بختبرها عشان بس اتأكد ان مفيش اي تشققات في العجينة. طبعا لو ظهرت معاكي اي تشققات يبقى هي محتاجة حاجة بسيطة من السوائل، بتزودي حاجة صغيرة بحاجة صغيرة، بس امشي على المقادير دي بالظبط وهتطلع معاكي مظبوطة. بس كده هغطيها وهسيبها وهرجع لها بعد نص ساعة، هلاقيها ما شاء الله اختمرت زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك. هبتدي بقى اشتغل فيها على طول. هاخد كده قطعة وبعد كده هسيب العجين بتاعي متغطي زي ما انتوا شايفين، مش هسيبه مكشوف عشان ما ينشفش معايا. هاخد اول قطعة وهبتدي ان انا بكل سهولة، يعني ابسط من كده مفيش. اسهل حاجة ممكن تعمليها متاخدش منك نص ساعة، يعني وقوف بس في تجهيزها كده. بدأت ان انا اخد قطعة وبدأت ان انا ارولها. اول حاجة برولها كده وبعد كده بفردها وببططها بايدي خالص، بتتفرد معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. والسمك بقى المناسب للقراقيش هو سمك نقول مثلا ايه نص سنتي، يعني نص سنتي مش اكتر من كده. فردتها وسويتها بالظبط من الحروف كويس قوي. ممكن عادي تشيلي الحروف بالسكينة او بالقطاعة وتسويها لو مش عارفة تظبطي الحروف. هي الحمد لله اللهم بارك كانت بتتظبط معايا. وهبتدي ان انا افردها واقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه. طول القرقوشة و طول القرقوشة بيختلف طبعا على حسب ما انت عايزة. لو بتحبيها طويلة تمام، بتحبيها صغيرة يعني شوية مفيش مشكلة. انا عملت معاكم دي صغيرة اهي، والاولانية كانت اطول شوية. ممكن تصغريها اكتر من كده وممكن تطوليها، بس هي احلى حاجة في القراقيش الحجم ده، عشان طبعا تستوعب السقسقة كده في الشاي بلبن والشاي السادة. تبقى معاكي طويلة وحلوة. عملت اول صينية، وانا هسوي النهاردة في الصاج الفرن، بس هرفعه في اعلى حاجة فوق خالص. بنسوي القراقيش على نار ايه؟ بنسوي القراقيش على 180 درجة. بنشغل الاول الفرن يسخن كويس قوي على 200 درجة، وبعد كده بنهدي النار شوية على 180. هحط الصينية بتاعتي الألمونيا في الرف اللي تحت، بشغل من تحت بس. اما الصاج هرفعه فوق خالص، وهوريكم دلوقتي التسوية هسوي ازاي. طبعا بتسخني الفرن الاول او قبل ما تدخلي قبل ما تدخلي اي مخبوزات او اي حاجة هتعمليها في الفرن لازم تسخني الفرن بتاعك الاول كويس جدا. انا بدأت برضو اعمل نفس الموضوع. ارولها الاول كده وبعد كده ابططها بالشكل اللي انتوا شايفينه. بصوا بتتفرد ما شاء الله اللهم بارك. العجينة كانت مظبوطة، كانت حلوة ما شاء الله. انا بصراحة ما كنتش عايزة اخلصهم، يعني انا ما اخدوش معايا وقت خالص. ما كنتش عايزة اخلص يعني من كتر ما هم حلوين. بصوا التسوية. الصينية الألمونيا حطيتها تحت، اما الصاج عشان الحاجة متحرقش معايا فرفعته فوق. ما اخدوش معايا وقت خالص، عملتهم على مرتين ما شاء الله اللهم بارك. حلوين. وطبعا لو فرنك اكبر هتخلصيهم على طول. تسويتهم كده حلوة، قرمشتهم ما شاء الله. كانوا مقرمشين زي ما وريتكم في اول الفيديو قد ايه كانوا حلوين. بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، بتمنى وصفة النهاردة تكون خفيفة وسهلة على قلبكم. جربوها وان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. بحبكم في الله ودمتم في حياتي اغلى واحلى اخوات. ما تنسونيش في اللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة، ومع السلامة.